رمضان يا بهجة القلوب في حبك القلب يذوب. الحمد لله، أحمدك ربي أن علمتني كيف أحمد، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها عنا المشاق من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق. وبعد، أعظم ذنب يدخل منه الشيطان للإنسان هو احتقار الذنب، أن يصغر الذنب في عينك. أعظم باب يلج منه الشيطان إلى بني الإنسان أن يصغر الذنب في عينه. يقول له مثلا: إيه المشكلة إنك تشرب مخدرات؟ ما غيرك بيشرب سجاير. يا عم أنت ليه تصلي التراويح؟ احنا في الأيام دي تصلي التراويح ليه؟ ما احنا طول النهار صايمين. طيب صلى التراويح، طب وهتقيم الليل ليه؟ ما انت صليت التراويح مع الشيخ في الجامع وصليت مع الناس، خلاص مش مهم بقى. طيب ما انت هتطلع زكاة رمضان، ليه تطلع انت صدقة كل يوم؟ فأعظم باب يدخل منه الشيطان إلى الإنسان هو أن يحقر الذنب في عينك. علشان كده سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. يعني جماعة مسافرين وهيدق الخيم بتاعتهم وقعدوا علشان ايه؟ يصنعوا طعامهم، هيجي عايزين يعملوا أكل وشرب عشان يأكلوا. فراحوا يبحثون، هذا راح يبحث عن عود وهذا يبحث عن عود، كل واحد راح يجيب شيء علشان ايه؟ يشعلوا نارهم ويصنعوا طعامهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا طعامهم، وإنما متى يؤاخذ العبد بذنبه أهلكه. ده قاعد يجيب عود وعود لحد ما جمعه. كذلك الإنسان عمال يحقر الذنب ده، مش مشكلة عادي ما اتكلم كلمة هنا، مش مشكلة عادي ما افعل كذا، مش مشكلة عادي ما اعمل كذا، تمام؟ وتتراكم الذنوب ذنب على ذنب على ذنب حتى يهلك العبد. يجوا من القيامة يلقى نفسه ممن أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المفلسين. إزاي يا رب؟ وأنا كنت من أهل الفجر، وأنا كنت بصلي التراويح مع الناس في رمضان، ده أنا النهاردة مصلي التراويح ومصلي الفجر في جماعة كل يوم، هذا حالي. لكن مفلس. لماذا؟ لأنه أهدى حسناته لغيره بسبب أنه كان يحتقر الغيبة أو يحتقر النميمة أو يحتقر الكلمة أو يحتقر الاستطالة في أعراض الناس. وصدق ربي حين قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لذلك أنادي الآن ونحن في هذا الشهر الكريم، فأقول لمن يحتقر الذنب في عينه: يا محتقرا الذنب في عينك، ألم تعلم أن إبليس قد طرد من جنة عرضها السماوات والأرض بسبب سجدة أبى أن يسجدها؟ يا محتقرا الذنب في عينك، ألم تعلم أن الزاني يقتل أشنع القتلات بسبب إيلاجه مقدار أنمل من الأصبع في فرج لا يحل له؟ يا محتقرا الذنب في عينك، ألم تعلم أن إيساع الظهر بالسياط بسبب كلمة تقولها قذفا أو بإقامة حد لشرب الخمر؟ يا محتقرا الذنب في عينك، ألم تعلم أنه بكلمة واحدة قد يحبط عملك كله، قد يذهب عملك كله هباء منثورا بسبب كلمة واحدة. واسمع إلى هذا الحديث عند الإمام أحمد
وعند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة أن رجلين كانا متواخين، يعني كانوا مع بعض، إخوات مع بعض، فكان أحدهما يعني مذنب والآخر كان إنسان مجتهد في العبادة. فهذا المجتهد كلما يلقي المذنب يقول له، يعني يعنفه ويوبخه على معصيته. وفي يوم من الأيام أثقل عليه فقال له المذنب: خليني وربي يا عم، سيبني أنا وربنا، خليني وربي، أبعثك ربي ملكا علي أم كنت علي شاهدا؟ أنت ربنا موكلك بيا، سيبني أنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الطائع يعني بطاعته ينظر إلى أهل المعاصي نظرة، حتى أهل الطاعة هم كمان، يعني لم تأتي المسألة إلى العصاة فقط بل أتت إلى أهل الطاعة. فقال: خليني وربي، أبعثك ربي علي ملكا أم كنت علي شاهدا؟ خليني وربي. فبعث الله ملكا فقبض أرواحهما، ربنا بعث ملك فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ أتستطيع أن تحضر علي رحمتي؟ اذهب إلى أهل النار. نعم، بكلمة واحدة، هو لا يراها أنها ذنب، يحتقرها في عينه ويراها أنها شيء عادي. لذلك هذا هو الفيصل بيننا وبين سلفنا الصالح وبين صحابة رسول الله، بل قل ما شئت بيننا وبين الأولين. كانوا يرون ذنوبهم كأنها أمثال جبال تهامة ستقع على رؤوسهم. قلت: صدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل سيقع عليه، وإن المنافق والعياذ بالله يرى ذنوبه كبعوضة حطت على أنفه فأطاح بها هكذا أو هكذا. لا يراها، لا يرى الذنب. هو شاطر بس إنه يشوف ذنوب الناس، شاطر إنه يتتبع عثرات الناس، شاطر إنه يتتبع خلوات الناس، لكن ذنبه هو أبعد الناس عن أن يرى عيبه. لذلك من أعظم الابتلاءات أن يبتلى الإنسان أنه يرى عيوب الناس كلها ولا يرى عيبه هو. فالمؤمن الحق يا أحباب هو الذي يرى ذنوبه كأنها شيء عظيم، والمنافق والعياذ بالله يراها كأنها يعني طائر، بعوضة ولا غيره حطت على أنفه. وكلما زاد تعظيم الذنب في نفسك كلما زاد الإيمان في قلبك، على قدر طاعتك وثباتك ويقينك وإيمانك وأنك ترى ذنبك أنه شيء عظيم، على قدر ثبات الإيمان في قلبك. شوف هذا الصحابي الذي يسمى ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه. هذا الصحابي كان جهوري الصوت، ومعنى جهوري الصوت أن صوته كان فيه علوا وارتفاعا وكان فيه شيء من الغلظة، كان صوته طبيعته كده، ربنا خلقه على هذه الحال. فلما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتكف المسلمين واعتكف النبي والصحابة وجلس في بيته يقول: حبط عملي حبط عملي، فأنا جهوري الصوت ودائما صوتي ما يكون مرتفعا. فتفقده النبي فلم يراه. أين ثابت؟ يا رسول الله في بيته. فذهب النبي إليه وتحسس خبره فقال: يا رسول الله حبط عملي يا رسول الله، إنني جهوري الصوت يا رسول الله. فقال: لا يا ثابت، لست أنت يا ثابت، أنت يعني طبيعتك إنك إنسان جهوري الصوت، هذه طبيعة فيك، لكن القضية في غيرك يا ثابت. وهذه تدلنا تمام الدلالة على أن الإنسان كلما زاد الإيمان في قلبه كان هذا ثمرة أنه يرى ذنبه أنه شيء عظيم. لذلك يا أحباب سهام الذنوب مسمومة، إن أصابت القلب أمرضتها. سهام الذنوب مسمومة، إن أصابت القلب أمرضت القلب وجعلته قلبا مريضا. ولا يسعني إلا أن أدعو الله عز وجل، وادعوا ربكم دائما أن يقيكم شر الذنوب والمعاصي، وأن يريك الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه سبحانه وتعالى. نادي ربك وقل: يا رب يا رب
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المذنب. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. فأسأل الله أن يجعلنا مسلمين مؤمنين قانتين خاشعين لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.